هو إحنا لازم نسامح عشان نرتاح والّا دي كدبة بنضحك بيها على نفسنا؟ طب إمتى هنرتاح؟ عِشنا قد إيه وإحنا شايلين حِمل كبير على كتفنا، ناويين نتخلّص من الحِمل ده إمتى؟ هالو يا أبطال الwellness عاملين إيه؟ وصلتني منكم شوية أسئلة قوية كده من أول إزاي أسامح لحد إزاي أهيّأ نفسي لفقدان شخص مهم عندي، هاناقشها وأرُد عليها كلّها في قعدة النهارده. أنا هايدي وده wellness قعدة، يالّا نبدأ. أول سؤال إزاي نسامح وهو إحنا لازم نسامح والّا دي كدبة؟ طيب خلّينا متفقين على حاجة مهمة، إن أنا مش لازم أسامح ومش فرض عليّا أسامح عشان خاطر الشخص اللي قدّامي، أنا لمّا باسامح عشان نفسي مش عشان الشخص ده. أنا باسامح علشان ما افضلش ماشية شايلة الحمل ده على كتفي، شايلة إن أنا حاسة بالغضب، حاسة بالحقد، حاسة بالظلم، ده بيأثّر عليَّ أنا، كل المشاعر دي اللي أنا شايلاها وماشية بيها دي بتأثّر عليَّ أنا، فأنا لمّا باقرر أسامح عشان خاطر نفسي أنا، عشان أستحق الأحسن، أستحق إن أنا أمشي في الدنيا من غير ما أكون شايلة طوبة كبيرة فوق ضهري تاعباني ومش قادرة أتنفّس ولا أفكّر ولا أعمل حاجة منها، لكن مش باسامح عشان الشخص يستحق المسامحة. الشخص ده ممكن يكون أذاني، ظلمني، دمّرني، فأنا لمّا باخد قرار المسامحة باخده عشاني أنا، اللي هو كفاية كده، أنت أذيتني مرّة مش هتفضل تأذيني بقية عمري بالأحاسيس السلبية اللي أنا شايلاها ناحيتك. طيب إني أسامح أصلًا يعني إيه؟ فكرة المسامحة مش إن أنا أنسى اللي حصل، مش إن حد أذاني أو ضرني بشكلٍ ما، فأنا قررت أسامحه يعني it's okay ما حصلش حاجة خلاص إحنا تمام، إحنا أصحاب تاني، أنا باثق فيك زي الأول، ارجع في دايرتي زي الأول، لأ مش دي المسامحة. المسامحة يعني أنا باقرر زي ما قُلت من شوية إن أنا مش هاكمّل بقية حياتي شايلة الأحاسيس دي، أنا هارمي ده من على كتفي وأكمّل في طريقي. فهنا المسامحة الأساس بتاعها أنا، إحساسي أنا، صحتي أنا، الwellness بتاعي أنا. لكن الشخص ده طبعًا أقطع علاقتي بيه، طبعًا ما ارجعش أكلمه تاني، ما يبقاش عنده الprivilege بتاع إنه يكون موجود في حياتي تاني. تاني سؤال، إزاي أكون مرتاحة مع الذكرى اللي بتوجع؟ أول حاجة أي شعور بييجي لنا لازم نعترف بيه، ما انكرش الشعور اللي أنا حاسة بيه. أنا حاسة بالوجع يبقى أعترف إن أنا حاسة بالوجع، وطبعًا واضح من السؤال إن أنا طالما قُلت الذكرى بتوجع يبقى أنا already معترفة إن هي مسببة لي الوجع. فأهم حاجة في أي شعور بنحس بيه، أي مشاعر بتيجي لنا إن أنا أعترف بيها، ما انكرهاش. طيب أنا اعترفت بمشاعري، أقبلها. أوكي، الذكرى بتاعة الموقف ده سبِّب لي وجع، وأنا لحد دلوقتي الذكرى دي مؤلمة بالنسبة لي، لحد دلوقتي لمّا بافتكرها باحس بالوجع اللي كان مُصاحب للموقف ده في وقتها، أقبل ده، بلاش أنتقد نفسي، بلاش أنتقد إن أنا لسه الذكرى مسببة لي وجع، أو إن أنا المفروض أكون أقوى من كده، لأ، حاجة حصلت وسببت لي ألم بشكلٍ ما، وأنا معترفة إني حاسة بالألم ده ومتقبلة إن أنا عندي الشعور ده. الحاجة اللي بعد كده، طريقة كلامنا مع نفسنا بتفرق جدًا، جدًا. أنتِ مش متخيلة قد إيه إنِّك لو غيّرتِ بعض كلمات بسيطة بتقوليها لنفسِك كل يوم، كل تفكيرِك عن الموضوع هيتغيّر. يعني الموقف اللي حصل زمان وجعني، أثّر عليَّ، دمّرني، أنا بقى عايشة طول الفترة دي باحكي لنفسي كده، كل ما أفكّر في الذكرى بافكّر في إن الموقف ده دمّرني وأثّر عليَّ وظلمني وحسّسني بالألم. عايزين بقى إيه، نعمل shift للقصة اللي إحنا بنحكيها لنفسنا. بدل ما أقعد أفكّر في قد إيه الموقف اللي أنا بافتكره، الذكرى دي قد إيه مؤلمة، أفكّر في الذكرى دي علّمتني إيه. الموقف ده علّمني أحُط حدود، الموقف ده علّمني إن أنا أحُط نَفْسي أولوية، الموقف ده عرّفني قيمة نَفْسي، الموقف ده علّمني إن أنا ما اكسبش الناس مقابل أخسر نَفْسي. مع تكرار القصة دي اللي هيحصل إن التفكير هيتنقل من قد إيه الموقف ده كان مؤلم، لأنا اتعلّمت إيه من الموقف ده. المواقف اللي اتعرّضنا ليها زمان وذكرياتنا عنها ضرورية لإنها حماية، بتحميني، وأنا أقدر أخلّيها حماية ليّا أو أقدر أخلّيها سلاح تأذيني، أقدر أخلّيها حماية بإن أنا أبقى عارفة الموقف ده علّمني إيه واتعلّمت منّه، فما اكرّرش الغلط ده تاني، فده يحميني في المستقبل، أو أقرّر إن أنا أستخدمه كسلاح ضد نَفْسي، أدمّر نَفْسي بيه، أبوّظ كل لحظة استمتاع ممكن أستمتعها حاليًا وفي المستقبل. فضروري جدًا إن إحنا نفهم إن كل موقف بنمُر بيه ممكن يكون أثّر عليّا جدًا ودمّرني جدًا، بس أنا هاقرّر إن أنا أشوف أنا اتعلّمت إيه من الموقف وأركّز عليه علشان أنمو، عشان النضج، علشان الhealing بتاعي، بدل ما أفكّر في قد إيه الموقف كان مؤلم. سؤال تاني وأغلبنا فاهم الإحساس ده أو فكّر في الموضوع ده قبل كده، لو حاسس إن اللي حواليك اهتماماتهم وأهدافهم وتفكيرهم مش شبهك، هل ده عادي والّا لازم نلاقي دايرة شبهنا؟ طيب السؤال ده بسيط، بس أنا بالنسبة لي إجابته مش بالبساطة دي.
عادي جدًا إن الدايرة اللي حواليك ما تكونش شبهك، في نفس الوقت لأ، مش عادي إن الدايرة اللي حواليك ما تكونش شبهك، ما هي الإجابة مش بالبساطة دي، بمعنى إيه؟ الدايرة دي لو مش شبهي، يعني إحنا بنشتغل وظايف مختلفة، جايين من بلاد مختلفة أو جايين من ثقافات مختلفة، فوجودهم ضروري، بيخلّيني أشوف وجهات نظر جديدة عليّا، يلفتوا نظري لأفكار ما فكّرتش فيها قبل كده، يورّوني الحياة بمنظور مختلف، بنُثري ثقافة بعض، بنتبادل معرفة، بنتبادل معلومات، بنتبادل خبرات حياتية، ده ساعتها طبيعي وصحّي ومطلوب إن الدايرة اللي حواليك ما تكونش شبهك. لكن لو الدايرة اللي حواليّا مش شبهي بمعنى إن الmorals بتاعتنا مش واحدة، إن مبادئنا مش واحدة، إن أخلاقنا مش واحدة، ساعتها يُستحسن إن الناس دول ما يبقوش في دايرتي. فهو على حسب أنا أقصد إيه بمختلفين، وكمان على حسب قُرب الدايرة دي منّي، هل الدايرة دي very close أصدقائي المقربين، يستحسن يكونوا شبهي. مهم إن إحنا يكون عندنا دواير اجتماعية مختلفة في حياتنا. دايرة ناس مش شبهي زي ما قُلت بنُثري ثقافة بعض أو بندّي لبعض خبرات حياتية مختلفة. لكن مش ضروري يكونوا أصدقائي المقربين، لكن كل ما الشخص يقرّب منّي مهم جدًا إن هو يكون شبهي، شبهي في التفكير، شبهي في الأخلاق، شبهي في المبادئ، شبهي في اللي يقبل بيه واللي ما يقبلش بيه، لو ده هيأثّر عليَّ. لكن مهم إن كل ما الشخص يقرّب منّي كل ما يكون شبهي أكتر، شبهي في الأخلاق، في المبادئ، لكن كل ما الشخص قرّب منّي من الأفضل إن هو يكون شبهي أكتر. طيب في حاجة مهمة في الناس اللي حوالينا، الناس اللي إحنا ماشيين معاهم طول الوقت وبنقعد معاهم وبنخرج معاهم وبنتكلم معاهم وبنحكي لهم الحاجات اللي بتحصل في حياتنا، إحنا بنتأثّر ببعض، يعني وافقنا على ده أو ما وافقناش بس دي حقيقة، إحنا بنتأثّر ببعض، يمكن في ناس مش بتتأثّر بسهولة زي ناس تانيين، بس بنسبة كبيرة الناس بتتأثّر ببعض، فالدايرة لو مش شبهي مش هيحمّسوني، مش هيشجعوني، يعني إحنا مثلًا دايمًا بننصح الشخص اللي عايز ينجح إن هو يحاوط نَفْسه بناس ناجحين، أنا لو عايزة أعمل دراسات عُليا والدايرة اللي حواليّا ناس بالعافية بينجحوا في دراستهم، هيسببوا لي إحباط، هيفضلوا يقولوا لي: "دراسات إيه؟ إحنا مصدقانا خلّصنا تعليم، إيه اللي هيدخّلك في الموضوع ده تاني؟ إيه اللي مش عارفة هيعمل إيه." لكن لو قعدت مع ناس already هم عملوا الدراسات دي وعملوا كل حاجة وعملوا أكتر، لأ هيشجعوني، هيقولوا لي: "دي فكرة حلوة، دي خطوة كويسة." هيفتحوا لي سِكَك وأبواب تسهّل لي الموضوع وتساعدني، أو لو أنا عايزة أعمل business خاص بيّا أنا قاعدة مع ناس هم وصلوا للي أنا باحلم بيه، فهُم هيشجعوني ومش هيحبطوني، وزي ما قُلت هيساعدوني، ممكن يدلّوني أعمل إيه، فدي من الأسباب اللي تخلّي إن الدواير اللي حواليّا تبقى شبهي، بس زي ما قُلت عادي جدًا إن يكون الدايرة اللي حواليّا مش شبهي، لو إحنا عندنا دواير اجتماعية مختلفة. طيب السؤال ده ممكن يبقى صعب شوية، إزاي نستعد لمرحلة الفقد خصوصًا لشخص مهم جدًا؟ السؤال ده نابع من حاجة اسمها الخوف من الفقد، في ناس عايشين طول حياتهم وهُم خايفين من اللحظة اللي هيفقدوا فيها الناس اللي مهمين عندهم، أيًا كانت الطريقة اللي هيفقدوهم بيها إيه، بيخافوا من الفقد وبيخافوا إن هُم يتسابوا، ده نوع من أنواع حماية النفس، أنا من قبل ما أتعرّض للفقد عارفة إن الفقد هييجي، فعايزة أستعد له فلمّا ييجي ما يوجعنيش أوي، أنا بالنسبة لي شايفة إن إحنا نسيبها على ربنا، ما حدش عارف هيحصل إيه في الدنيا، ما حدش عارف الأيام هتمشي إزاي، فنسيبها على ربنا، ما نفكّرش كتير، ما نفكّرش هافقد مين إمتى أو هاعمل إيه لمّا أفقده. دي برضه بتبقى شوية رغبة في السيطرة، أنا من دلوقتي عايزة أسيطر على الموقف لإن فقدان شخص ده مش في إيدي، فاللي أنا أقدر أسيطر عليه، أسيطر على رد فعلي ناحية الموضوع، فأنا بافكر في الموضوع من قبلها وأعمل سيناريوهات واستعد علشان أحسس نفسي إن أنا لسه عندي جزء من السيطرة على الموقف، لكن خلّينا نتكلم في كام نقطة ممكن نستعد بيهم أو ممكن نتعامل بيهم مع الفكرة دي. خلّينا نفوكس على اللحظة اللي إحنا فيها حاليًا، طول ما الشخص موجود عيشي حياتِك معاه. خلّيكِ ممتنة، وخلّيكِ بتقولي الحمد لله إن الشخص موجود، وإن أنا عايشة معاه، وإن أنا باتعامل معاه، وإن إحنا في بيننا حياة، وفي بيننا ذكريات، نعيش اللحظة، خلّينا عايشين في اللحظة دي، ما تخلّيش التفكير في المستقبل يسرق منِّك اللحظة دي دلوقتي، بدل ما أنا باعيش مع الشخص المهم عندي ده، أنا قاعدة أقلق هاعمل إيه لمّا أفقده، فإذا لا قدّر الله حصل وفقدته في المستقبل، ألاقي نفسي إن أنا ما استمتعتش معاه ولا لحظة، فخلّينا نعيش في اللحظة دي. ونقول الحمد لله إن الشخص موجود حاليًا. لو الشخص ده مهم لدرجة إن هو ما فيش غيره في حياتِك أو هو كل حاجة في حياتِك، يبقى من دلوقتي نكبّر دايرتنا شوية، ما يبقاش اهتمامي كلّه وحياتي كلّها منصبة على شخص واحد بس، عندي ناس غيره، عندي support system كبير، مش مجرد شخص واحد، عندي أصدقاء، عندي معارف، عندي ناس بالجأ لهم في وقت الشدة، عندي ناس عارفة إن هُم هيساعدوني لو حصلت حاجة، يبقى عندي ناس كتير في حياتي. يبقى عندي أكتر من شخص مهم في حياتي.
مهم إن إحنا نتقبّل إن الحياة unpredictable، أنا ما أعرفش إيه اللي هيحصل بُكرة. الحياة قايمة على التغيير، فالتغيير هيحصل. فإحنا نتقبّل التغيير. أنا عن نفسي زمان كان عندي مشكلة مع فكرة التغيير، وأنا كنت أقعد أفكّر في إن أنا مش عايزة حياتي يحصل فيها تغيير، بس مع الوقت تقبّلت إن التغيير لازم هيحصل، وإن التغيير مش بالضرورة يكون حاجة وحشة، كُلّه جزء من رحلة النضج بتاعتنا. نتقبّل إن أنا مش في إيدي إن أنا أسيطر على حياتي 100%، إن ما حدّش هافقده أو ما حدّش هيخرج أو ما حدّش هييجي، فنتقبّل إن الحياة غير قابلة للتنبُّؤ بيها، وإن التغيير احتمال يحصل في أي وقت، فأنا أهيّأ نفسي إن أنا أقبل التغيير. لو الشخص ده أهميته جاية من غير إن هو الشخص الوحيد المهم، لكن الدور اللي بيلعبه في حياتي، ممكن نقول إن هو مثلًا هو اللي بياخد باله منّي، هو اللي بيرعاني، هو اللي مسؤول عني، يبقى ابتدي أنا أغيّر دوري في العلاقة دي من إن أنا قاعدة بس أتلقى الرعاية من الشخص، لإن أنا باعمل، أنا باخد قرار، أنا باتصرّف لوحدي. ده بنسبة كبيرة هيخلّي خوفي يقل شوية من فكرة فقدان الشخص اللي هو مسؤول عني بياخد باله منّي. لو أنا ما قدرتش أتغلب على فكرة الخوف من الفقد، نعمل حاجة اسمها worry time. الworry time ده عبارة عن إيه؟ إن أنا باخصص وقت في يومي، مثلًا ربع ساعة، نُص ساعة، بس مش قبل النوم ولا أول ما أصحى من النوم. الوقت ده باخصصه إن أنا أفكّر في الأفكار أو المشاعر السلبية اللي ممكن تأثّر على يومي، فبدل ما أقعد أفكّر في الخوف من فقدان الشخص طول اليوم، لمّا تبتدي الفكرة تيجي لي في دماغي، أوقّفها وأقول لنفسي مش دلوقتي، لسه ميعاد الworry time ما جاش. في الworry time باقعد وبافكّر في الفكرة، بس مش باتسحل معاها. ما باتسحلش في كتير قد إيه أنا خايفة أو قد إيه قلقانة أو قد إيه مش مستعدة، لأ بافكّر إن أنا خايفة، ده شعوري، أوكي، أنا خايفة. الحاجة التانية أنا قبلت الشعور. الحاجة التالتة، طَب إيه سبب الخوف؟ إن يكون الشخص ده هو اللي بياخد باله منّي فبفقدانه هاحس بالضياع، أو هو ما عنديش حد غيره فهابقى وحيدة، أيًا كان السبب، أفكّر في السبب، فنعمل worry time. ده هيقنّن التفكير في الموضوع، مش هنبطّل نفكّر في الفكرة بس هيقنّنها، نفكّر فيها في وقت معيّن خلال اليوم. وخلال الworry time ده لو عايزة تحزني، تقلقي، تعيّطي، عبّري عن مشاعرِك، ما تكبتيش مشاعرِك، عبّري عن مشاعرِك، عيّطي. عيّطي لو أنتِ خايفة تفقدي شخص لسه ما فقدتيهوش، ما فيش مشكلة. آمم لمّا باسمح لمشاعري إن هي تعبّر عن نفسها وباسمح لأفكاري إن هي تخرج للنور وأتعامل معاها، ده بيخلّي العلاقة بيني وبين مشاعري وأفكاري صحية، باعرف أتعامل معاها بعد كده، بس أخلّي إن أنا أعرف الفكرة دي سببها إيه وجاية منين، والفكرة ما تأثّرش عليَّ بقوة زي زمان. أنا قُلت من شوية على نقطة السيطرة على الموقف، حاولي تاخدي إحساس السيطرة من حاجات تانية. خدي قرارات مهما كان القرار صغير، بس قرار أنتِ اللي مقرراه، ده هيحسسِك بالسيطرة، هيحسسِك إن أنتِ صاحبة القرار، هيحسسِك إن أنتِ في حاجة في إيدِك. اعملي إنجازات صغيرة واحتفلي بكل إنجاز تعمليه. كل الحاجات الصغيرة دي هتصُب عندِك في إحساس السيطرة، وإحساس السيطرة ده هيخلّيكِ تحسي شوية إن أنتِ مش completely الموقف برّه إيدِك، فهيهدّيكِ شوية. فاختصارًا خلّيكِ ممتنة لوجود الشخص حاليًا في حياتِك، اعملي معاه memories، have fun في اللحظة اللي أنتِ فيها دي من غير ما تفكّري في المستقبل. قولي لنفسِك ما حدش ليه سيطرة على الدنيا ماشية إزاي ولا ماشية إزاي، قولي لنفسِك كلّه بإيد ربنا. اعملي الworry time، اسمحي لمشاعرِك تعبّر عن نفسها وتخرج، وإن شاء الله مع الوقت هتشوفي فرق وهتلاقي إن أنتِ بقيتِ أهدى شوية ناحية الموضوع. أنا اتبسطت جدًا بقعدة النهارده، كل مرّة بتيجي لي أسئلة باتبسط جدًا وأنا بارُد عليها، لإن الأسئلة دي بتورّينا إن كلّنا بنمُر بنفس الحاجات، عندنا نفس المخاوف، عندنا نفس المشاعر، عندنا نفس التساؤلات. لو حد عنده سؤال وعايز نرد عليه يا ريت يسيب لي comment. لو حد عايز يتناقش في نقطة معينة في الإجابات اللي أنا جاوبتها النهارده يا ريت يسيب لي comment. لو الناس اللي سألتني اتبسطت من الإجابات يا ريت يقولوا لي، ولو في إضافة حابين تضيفوها أو لو حابين توضحوا نقطة أكتر يا ريت تقولوا لي في الcomments وأنا هارد على كل سؤال وهاتناقش معاكم في كل نقطة حابين تتكلموا فيها. كان معاكم هايدي وده ولنا سكواد. باي.